يرضي مين ده؟ يرضي مين؟ يرضي مين يا علم يا يهود يا كفر يا ظلمه؟ عيله يحصل فيها كده. أبوها وأمها دخلوا السجن وهي راحت تقعد عند قرايبها، وهناك بدل ما يحافظوا عليها ويقولوا دي عيلة صغيرة نعملها زي عيالنا بما يرضي الله، راحوا بهدلوها آخر بهدلة. وبقت الست ياسمين اللي قاعدة عندها تنزل فيها ضرب كل يوم بالخرطوم والحزام، تحدفها كمان في وشها بالكوباية لحد ما البنت الصغيرة وشها مورم وعينيها كمان ازرقت وظهرها من كتر جلدهم فيها وبهدلتها بكل همجية وتوحش، وكأن ضميرهم مات واتدفن. وفوق ده كله بقوا حارمينها من الأكل وبيخلوها تفضل للساعة 5 الصبح في الشارع هربانة من عذابهم، ولما ترجع تنام على البلاط زي القطط والكلاب. وحسبي الله ونعم الوكيل. وده اللي حصل لصغيرة الزقازيق، وتفاصيل أكتر بشاعة هتعرفوها معانا من خلال الفيديو ده. تابعوني وهحكي لكم التفاصيل دي من طقطق لسلام عليكم. للأسف الشديد لما الأب والأم بيحصل لهم أي ظرف طارئ بيبعدوا عن عيالهم وبيضطروا إنهم يعيشوا مع ناس قليلة الرحمة والإنسانية والدين، بتكون النهاية كارثة وممكن توصل لموت العيال الصغيرين دول، أو إنهم يحصل لهم عاهات بسبب اللي بيشوفوه. بنت الزقازيق الصغيرة أبوها وأمها دخلوا السجن، وكانت النتيجة إن جماعة قرايبها في البلد خدوها عشان تقعد معاهم لحد ما أهلها يطلعوا من حبستهم. راحت البنت الصغيرة وقعدت عند قرايبها، وهناك ومن أول يوم بدأت حفلة المعاناة مع الستات في البيت اللي ما كانوش طايقين إنها تقعد معاهم. فبدأت واحدة منهم اسمها ياسمين مجدي بمساعدة واحدة تانية اسمها رغدة يمسكوا البنت ويبهدلوها ويضربوها بكل وحشية بالحزام على ظهرها والعصيان على جسمها وبالبنية كمان في وشها. كل يوم كانت البنت الصغيرة بيتعمل فيها حاجات بشعة قوي ما يتخيلهاش عقل طبيعي، وكل آثار الضرب باينة على عينيها الزرقاء وجسمها الصغير المتقطع. البنت كانت حرفيا بتموت، لكن عشان ربنا رحمته واسعة بعت لها ستات من جيرانها قرروا ينقذوها بعد ما شافوا وضعها الزفت، وصعبت عليهم لما لقوها بتقعد في الشارع مطرودة كل يوم ل5 الصبح. ولما بترجع البيت عشان تنام كانت بتنام على الأرض زي القطط والكلاب. جيران البنت عملوا فيديو بث مباشر على السوشيال ميديا وعرضوا فيه البلاوي اللي حصلت في جسم البنت وإزاي كان وشها متشوه من كتر البهدلة. وقالوا كمان إن واحدة اسمها ياسمين مجدي ورغدة عملوا فيها كده وطالبوا تدخل الشرطة لحماية البنت، وكمان القبض على 2 ستات المجرمين دول. التعليقات كلها كانت متعاطفة مع البنت وقصتها، وفي قمة الغيظ من الستات اللي عملوا فيها كده. فقال شخص من الأشخاص: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبونا الله ونعم الوكيل. عملت إيه العيلة دي؟ عملت إيه العيلة دي؟ حرام عليكم، ومين اللي عمل فيها كده؟ ربنا ينتقم منكم إن شاء الله. يشوفوا في أعز ما عنده اللي عمل فيها كده، يشوفوا ولاده كده. حسبونا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله.